السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنت سمعت فيديو كده امبارح او اول امبارح، مش فاكرة بالظبط. عن مطرب وملحن، مش عارفة الاسم بالظبط، هو تقريبا اسمه عمر كمال او عمرو كمال، مش عارفة احدد يعني، بس هو مش مشكلة يعني. المهم هو المطرب ده بيقول يعني انا فلوسي حرام ولا حلال، وحد يطلع من الازهر يقول لي فلوسي دي حرام ولا حلال، هو انا بعمل ايه؟ انا بفرح الناس، انا بغني في افراح، بغني في حفلات تخرج يعني كده. وان هو فاتح بيوت، الفرقة بتاعته حوالي 25 شخص، طبعا دولت يعني اكيد يعني بيوتهم مفتوحة من ورا الموضوع ده، من ورا الغنى يعني. وفي السواق بتاعه وفي اسرته، وفي ناس كمان هو بيساعدهم ماديا كويس جدا، اللي هو مثلا حد وقع السقف بتاعه بيبنيه له، حد محتاج غسيل كلى اعوذ بالله يعني ربنا يسلم، بيدفع له، حد محتاج علاج، حد محتاج اي مساعده ماديه، يعني بيعمل مساعدات ماديه كتير. فبيقول كل ده، طب ما يعني انا هو بعمل خير، والناس بتقول له ان الله طيب لا يحب الا الطيب، طب ما هو كده فاكر ان يعني هو بيقول طب ما انا بعمل اهو كويس اهو. فكل الكلام ده حلو خالص، بس حكاية ان حلال وحرام وانت فاتح بيوت، انا عايزة امسك بس النقطة دي. حكاية ان انت فاتح بيوت، ما هو كل الشغلانات فاتحة بيوت، ما هو الدكتور اللي تحت ايده دولت شغالين معاه فاتحين بيوتهم من العيادة بتاعته، والمحامي المكتب بتاعه فيها مثلا، المحامي الكبير عنده مثلا نقول 5 6 محاميين تحت ايديه، دول مفتوح بيوتهم من المكتب المحامي. وتاجر المخدرات مفتوح بيوت ناس برضو على ايديه، الناس الديلر والناس ديت. فالوحش والحلو فاتح بيوت، فمش مقياس ابدا انك تقول انا فاتح بيوت يبقى الدنيا كده بقت حلال في حلال، لا. انا ما بتكلمش على انه حلال ولا حرام، انا بقول بس ما تحطش دي مقياس. مفتوح بيوت ناس، كله فاتح بيوت، تاجر المخدرات وتاجر السلاح وتاجر البشر فاتح بيوت، الدكتور والمحامي والشركات المحترمة فاتحين بيوت. فده مش مقياس ان انا كده دخلت في الحلال، او انا كده خلاص خدت صك الحلال. في حاجة تانية هو بيقولها، بيقول انا نجحت في ان انا اجيب العربية اللي انا عايزها، ان انا مش عارفة ايه. فبيقول للناس يعني او لشخص معين انت نجحت في ايه. برضو النجاح مش مقياس على اننا احنا كده خلاص بقينا في الحلال، لا. ما هو ناس كتير بتنجح وبتجيب عربيات وبتشتري فيلل وكل حاجة. وعلى نفس المثال برضو ان تاجر المخدرات بيجيب فيلا وبيجيب عربية وبيجيب مش عارفة ايه، والدكتور والمحامي والناس المحترمة الشريفة بتجيب فيلا وبتجيب عربية. والدكتور بينجح ويبقى عالم وبيسافر في احسن الحتت وبيبقى مشهور، وبرضو تاجر المافيا بيسافر في احسن الحتت وبيركب احسن العربيات. فانك تركب عربية او تشتري او تنجح حتى، النجاح نفسه مش مقياس للحلال والحرام، ده انك حطيت هدف في دماغك. هو النجاح ده انك حطيت هدف في دماغك وحققته. الهدف ده حلال حرام، ده ملوش علاقة يعني بإن انت حلال ولا حرام. هو ده النجاح، النجاح الهدف اللي انت حققته، مش مهم في انهي طريق. الحلو والشريف بيحقق هدف، والوحش بيحقق هدف او بينجح على حسب كلامك. فبرضو ما تحطش ان النجاح ده مقياس لان انت كده تمام. بس انت كمان قلت انا بفرح الناس، هو انا بعمل ايه؟ انا بغني في الافراح، بغني في حفلات التخرج، حلو. بس ثانية واحدة، انت في اماكن ما ذكرتهاش في الاغاني اللي انت بتغنيها، انت بتغني سوري يعني سوري في كباريه. والكباريه فيه رقاصة وفي خمور، والفرح برضو بيبقى فيه احيانا حاجات زي كده. فانت برضو هنا ايه؟ اقعد بينك وبين نفسك وقول لنفسك، انا مش محتاج شيخ من الازهر يقول لي انا بعمل حلال ولا حرام. انت قول لنفسك، هو انا لما اغني ورقصه عماله ترقص حواليا والخمور عماله تتشرب والاماكن اللي انا بغني فيها زي الكباريه مثلا، ده حلال ولا حرام؟ ده حلال ولا حرام؟ ما تحطش بس ما تحطش الحاجات الحلوه بس هي اللي قدام عينيك، وهي اللي انت شايفها، وهي اللي انت مصدرها لنفسك، وان انت عشان كده خلاص بقيت في الامان. لا، في حاجات تانية اكيد وكلنا بنغلط، بس في حاجات تانية لازم نحطها قدام عينينا. يعني احنا لازم نحط غلطاتنا واخطائنا ونشوفها ونعرف نفسنا بيها، يعني ما نغفلش عنها او ما نحاولش نتناساها، ونحط الحاجات الحلوه كمان جنبها. بس احنا لازم نحط الحاجات الوحشه يعني. انت تقول لنفسك انا بغني في افراح بس، وبغني في حفلات تخرج، وبغني في كباريه، تقول لنفسك انا فاتح بيوت ناس. طب ما هو ايه يعني؟ ما هو ربنا كان هيرزق الناس دي بيا ومن غيري. الناس اللي انت بتقول ببعت لهم فلوس علاج ومش عارفه ايه، بيك ومن غيرك برضو ربنا كان هيبعت لهم آه، علاجهم. لا يعني لو انت وقفت الصدقه بتاعتك مثلا، يعني عشان انت مثلا سبت الشغلانه دي وخلاص ما بقاش معاك فلوس، ما هنفترض يعني،
في غيرك هيبعت لهم. وعلى فكره من ترك شيء لله عوضه الله باحسن منه او بافضل منه. فانت لو حطيت في نفسك او قلت لنفسك لا خلاص، لو الشغلانه دي فيها شبهه حرام خلاص انا هسيبها، اوعى تفتكر انك هتفتقر ولا هتجوع ولا لا خالص. الدنيا يعني مليانه شغلانات حلال كتير كويسه وبتجيب فلوس، يعني ربنا يسهل لكلنا لينا كلنا ان شاء الله. فما تفتكرش انك لو سبت حاجه لله او حسيت ان فيها شبهه حرام ربنا هيفقرك او ان انت هيبقى معكش فلوس. ممكن يكون هيبقى معاك نفس الفلوس وهتطلع اكتر من اللي انت بتطلعه ده مليون مره. يعني لو انت بتساعد 50 ولا 100 هتساعد 1000 و2000 عشان عملت حاجة لله. وبعدين في حاجة تانية، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيحرم فيها المعازف. طبعا انت بتغني بمعازف مش بتغني عن ناشف. فدي مثلا اهو، يعني انا بقول لك حاجات بسيطة. وطبعا عشان كده انا بقول لك انت مش محتاج شيخ من الازهر عشان يقول لك انت حلال ولا حرام. وبعدين هو بيقول برضو في الفيديو بتاعه طب خلاص انا مش، لو كان يعني لو كان قصده يعني تقريبا ان لو كان ده خلاص ما بيتقبلش او حاجة زي كده خلاص مش هعمل. انت بتعمل علشان مين؟ انت بتعمل الخير لمين؟ يعني مش عشان نفسك؟ لو مش هيتقبل خلاص مش هعمل يعني خلاص ما تعملش. الناس اللي انت بتبعت لهم فلوس غيرك هيبعت لهم. انت بعت او ما بعتش انت مجرد سبب. بعت او ما بعتش الناس دي هتتعالج والناس دي بيوتهم هتتسقف والدنيا هتتظبط. مش انت مجرد سبب بس. فشوف بس مصدر فلوسك ايه وبعدين يعني فكر شويه. واذا انت لقيت نفسك مش عارف توصل لحل ولقيت الشيطان عمال يحلل لك ويجمل لك ويحلي لك، روح بقى للشيخ الازهر ساعتها. وحتى لو ما روحتش انت ممكن بابسط حاجه يعني وانت قاعد في بيتكم كده هات شيخ من المشايخ الموثوق فيها، ويا ريت يكون قدام، شيخ من الموثوق فيها تعرف هو رايه كان ايه في الغنى. مثلا زي الشيخ الشعراوي مثلا، اعتقد يعني ان الناس كلها بتحبه يعني بتسمع له لحد دلوقتي وبتاخد برايه لحد دلوقتي مثلا. يعني خلاص ما فيش حد عاجبك من الشيوخ او مش مقتنع او عايز تقول له انت وجهة نظرك، روح الازهر اتصل بالفتوى بتاعت الازهر. يعني في 100 طريقة تعرف انت حلال ولا حرام. كلنا على فكرة الحلال بين والحرام بين، هي مش مضلعة خالص خالص. الحمد لله رب العالمين ان يعني ربنا بيدينا بصيرة لنا كلنا على فكرة، وكلنا عارفين احنا بنعمل حلال ولا حرام. بس في ناس كده ايه تحب يعني تضحك على نفسها. ابسط مثال يعني سعد الصغير، ما هو ده مطرب برضه، بس دايما يقول ايه طول ما انا شغال الشغلانه دي اعرف ان ربنا مش راضي عني. دي انا سمعتها مقوله منه هو نفسيا، منه هو نفسه يعني. اعرف ان انا طول ما انا شغال الشغلانه دي يبقى ربنا مش راضي عني. يا ساتر يا رب. معناها ايه الكلمه دي؟ معناها ايه؟ اهو لا راح سأل ولا هو عارف ايه اللي بيحصل في الجو، وعارف ايه اللي بيحصل في المكان اللي انتوا مثلا بتغنوا فيه وايه اكيد واخد باله. انت اكيد عارف كل واحد عارف الخبايا اللي الناس ما تعرفهاش عن شغله. فانت اكيد برضو عارف، انت مش محتاج حد يقولك. ولو خلاص يعني مش قادر يعني توصل لمعلومة او تتأكد اذا كنت حلال ولا حرام، اسأل شيخ في الازهر زي ما انت بتقول، روح له بقى. يمكن الشيخ بتاع الازهر ما يطلعش يرد عليك، ما يهتمش بالفيديو او ما حدش يشوفه اصلا. لا روح له وقول له، بس يبقى ايه في سؤال وجواب كده، في حوار. يعني مش انا بغني حلال ولا حرام طب انا بعمل لا، في حاجات تانية انت ما ذكرتهاش في الفيديو لازم توضحها. والا انت كده يبقى بتضحك على ربنا. استغفر الله العظيم يا رب. على نفسك بقى مش على ربنا، تضحك على نفسك. لازم تقول انت بتغني فين وبيحصل ايه في وقت في مكان الغنى وكل حاجة كل حاجة. ربنا يهديك ويهدينا ويعافينا جميعا يا رب، اللهم امين. يا رب اهدي ولادنا واحفظهم يا رب. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.